لنا بلا منى انه عزيز اخنوش جاب الدعم الاجتماعي المباشر و500 درهم لكل اسره، ممكن تكون حتى 1200 درهم. ما يمكنش ننفي ان عزيز اخنوش جاب اليوم مشروع ديال الدعم في اقتناء السكن 10 المليون لكل اسره الا كان قل من 30 مليون، 7 المليون الا كان ب 70 مليون ولا اقل. انه دار الزياده في الاجور 10%، 5% العام اللي فات، 5% هذا العام، وزياده في السميك وفي السماك، زياده تاريخيه في اجور الاساتذه كيف كيقولوا هو انها 30%. هادشي كله دابا عزيز أخنوش حتى هو كرئيس ديال الحكومة عطل العجلة ديال الديمقراطة ديال البلاد وديال التنمية الحقيقية. حنا ما يبقاش نديروا أمام علوم تقول لي أنا غادي نعطي الناس 500 درهم ونعطيهم 1000 درهم. واحد العدد ديال الناس عايشين في الفقر المدقع. راه الجائحة ديال كوفيد بينات بين 25 مليون ديال المغاربة محتاجين للدعم، دعم سبستانسيال. اما تجي تقول لي غادي نعطيك الدعم تاخذ السكن، انا ما بغيتش انا نسكن، انا بغيت غير ولادي ياكلوا دانون ونشربوا الحليب ونشري لهم خضيره ونشري لهم الديسير ونسافر بهم مولا يعقوب ولا نشوف اش غادي ندير. انا باغي غير نكري. علاش هذه الدوله ما دايراش السياسه ديال دور للكراء بثمن اللي هو ماشي كلشي غادي يشري؟ لان ملي كتدخل في واحد القضيه ديال تشري تقتني السكن غادي تنقص من الحليب ودانون، الدراري غادي يبسوا وانت جالس كتخلص في الحجر اللي غادي تخليه هنايا. هذه الاولى. ثانيا هذا الدعم الا خديتي واحد الدعم، كاين واحد الدعم قال لك غادي نعطيو 1000 درهم للمسنين، ما عطاوهمش، ما قبطوا حتى حاجه. هذاك الدعم اللي كيقبطوه بعض الاسر على وليداتهم ما غيتزادهمش، حيت ما قال لك اللي عنده وصل ل 500 دبر راسو، اللي قل من 500 نزيدوه يوصل ل 500 واللي قل من هذا نقدروا نزيدوه. الاطفال في وضعيه اعاقه كتعرف بانه الدوله رمياهم على الاسر ديالهم، واحد العذاب اليم ما كيتصورش، واحد التكلفه كبيره. ودابا قال لك غادي يزيدوهم 300 درهم. واش 300 درهم غادي توقف لي انا الولد اللي هو معوق وهذا؟ خاصني انا ماشي هذه الكلمه، لانه في وضعيه اعاقه، هذه هي الكلمه الصحيحه. ماشي حتى الاحتياجات الخاصه، كيقولوا الاشخاص في وضعيه اعاقه سواء ذهنيه او جسديه او اذا انا كنظن بانه كاين واحد العدد ديال الامور اللي هي دارت بحال هكذا في حين شنو دار عزيز. اسمح لي تقول لي الرفع من الاجور العام اللي فات قال لك غادي نصلحوا الضريبه حنايا، حيت باش نخلصوا المشاريع وداكشي خصنا فلوس، ندخلوا فليسات. باش ندخلوا فليسات خصنا اولا نراجعوا ونصلحوا النظام الضريبي. درنا واحد العدد المناظرات، عطاتنا توصيات حتى حاجه ما طبقت. العام اللي فات قال لك غادي نبداو في الاصلاح، نصلحوا الضريبه على الشركات اللي كتربح 100 مليون سنتيم في العام واللي كتربح 10 مليون، هادو كانوا كيخلصوا 30% وهادو 10%، جمعهم كله في 20. اذا اللي صحابهم شويه اغنياء لا باس بهم هبطوهم ل 20، وهذاك اللي ما كيربحش بزاف طلعوه ل 20. كي داير هذا الشيء؟ هذا هو الاصلاح ديال الضريبه على الشركات. وكان المفروض انهم يصلحوا ذاك الساعه الضريبه على الدخل، حتى هي يكون ضريبه تصاعديه، الناس اللي عندهم دخل قليل ما يخلصوش والناس اللي عندهم على حسب الدخل. هذه قال لك حتى العام الجاي عاد غيديروها، في حين هذا العام طلعت التيفيا. عزيز أخنوش استفد من ديزاكور تاسيت بينه وبين الشركات ديال التوزيع في المغرب، وربحوا بلينات. دارت لجنه في البرلمان ولقاو بانه ذاك الساعه ربحوا 17 مليون فاصله 5 كذا ديال مليار دولار. دابا وصلنا ل 100 مليار. جا مجلس المنافسه القديم قال لهم راه خصكم تخلصوا كذا 900، حيدوا الرئيس وحيدوا التقرير. دابا الرئيس ديال المجلس ديال المنافسه رجل نزيه ما كاين باس، ولكن خرج واحد التقرير كيقول خصكم تخلصوا كاملين هما مليار فاصله 8. واش انا نربح 100 ونخلص 1.8 وتقول لي زدتي 4000 ريال لهذاك الاستاذ اللي كان كيقبض 170 درهم رديت عليه 300؟ تضارب المصالح وتداخل السلطات كيعاونوا الناس بور فيفوتي بور سورفيفر. الفقراء بور سورفيفر. نقول لهم زدناكم، هذيك هي الزياده اللي ما غتخرجليش من الفقر. يجب محاربه الفقر. اسمح لي حتى ملي دارت المبادره الوطنيه والو احسن لي نقفض كمامي ونخدم انا في المارشي ونربح انايا باش نوكل ولادي تبقى انا نتسنى فيك انت غادي ترفع من الاجر ديالي. راه كتعرفوا بان السياسه ديال تجميد الاجور من ضمن السياسات من اجل انك تطوق الناس ودير لهم القيود. راه الاساتذه علاش الاساتذه بحال الاعداء ديال الدوله؟ علاش كتنقص لهم الاجر باش يبقاو غير مضارب؟ واش يشري بطاطا وخيزو ولا يشري مطيشه ولا كيفاش غادي يدير باش يلاقي الشهر باش يدير؟ اذا انت كتعمل على تفقير الناس، كتعمل على تجهيل الناس، لانه ملي ما كتجيبش الاطر الكافيه باش هذا تعطي الاستاذ تعطي 70 تعطي 40 الناس في القسم غادي تكون المردوديه. ولهذا انا بالنسبه لي ما صرح به رئيس الحكومه في البدايه ديال الولايه ديالو غندير 20% ديال النساء نشيطات غنقنوهم 30% غندير. ما كاينش الدعم اليوم. حتى هذاك البرامج ديال الاوراش فاشله، البرامج ديال فرصه فاشله. علاش؟ فرصه كيسلفوا للدراري 10 مليون السنتيم وزعما غيديروا مشروع. هذه الفكره كانوا جابوها المجموعه ديال سيونس بو المغرب
قال لك الا بغيتوا تخلقوا 200,000 فرصه ديال الشغل في العام، عطيو للدراري، عطيوهم ماشي تسلفوهم، عطيوهم 10 مليون سنتيم. راه توما بيكيتي في الكتاب ديالو كيقول انت ساكن في هذه البلاد، تخرج جبتي ماستر نعطيوك 200 مليون 250 مليون باش دير انت المشروع ديالك وتكري في شي بلاصه مزيانه، ولا عندك شي صديقه ديالك غادي تزوج وغادا تولد وليداتك وتنطلق. ماشي انا حيت جدي ما خلى ليا والو، جدي تا هو خداو ليه الاراضي مشى يقاوم، خلى لقاو الاخرين داهم جمعوهم. اذا ما يمكنش، راه خصك الانتماء لواحد الارض. راه حنا ما كنفهموش حنا كمغاربه، حنا بحال كيتفضلوا علينا. والله الا زادنا 6000 ريال الله يرحم ليه الوالدين، 6000 ريال يخليها عنده وما يديرش يعني اتفاقيات لا اخلاقيه ويربح هو 100 مليار، وانه ياخذ هو الصفقات الكبيره كذا كذا كذا. انا ما كنقولش غير اخنوش، واحد العدد ديال الناس اللي هما كيستافدوا من الريع، كيستافدوا من الامتيازات، كيستافدوا من النفوذ ديالهم، كيستافدوا كل حاجه مزيانه. راه هنا في الدار البيضاء، الدار البيضاء كان فيها 24,000 كتار، قال كنزيدوا فيها 20,000 كتار، وصلوا البلاد حدوا، قال كنديروا لا سانتور فيرت، قسموا داك الشيء باعوه. شكون؟ سيروا شوفوا شكون اللي مسؤول على الجهه ومسؤول على المدينه ذاك الوقت. كيفاش انه انا تحيد لي دار جدي والارض ديال جدي وتاخذها نتايا وتبدا تفصل بالمترو وتشري من عندي بالكتار ب2 ريال وتبدا تبيع؟ هذا تجريم العارف ما كنديروش. من اين لك هذا؟ ما كنديروش. واش الناس استغنات وقت كوفيد؟ او وقت كوفيد راه خصهم غير يعطي. حنا دابا كبرلمانيين مثلا فوق الزلزال قلنا له خصنا حنا نعاونوا الزلزال، واخا مشينا ودينا داكشي اللي قدينا عليه نخلصوا، نعطيو ان صالير. ياك ان صالير تقول لي واه البرلمانيين راه كاين اللي عندهم اراضي، عندهم ممتلكات، وكاين اللي ضارب يديه وسارق وما عرفتش داير، ولكن كاين اللي عنده غير هذاك. مثلا انا استاذه جامعيه، تحبس لي سميتو الاجر ديالي كاستاذه جامعيه، عندي داك التعويض ديال البرلمان تقريبا بحالو نعطي الشهر بزاف عليا حيت عندي ديون وعندي هذا مثلا، ولكن بقلب كبير انا اللي قلت لهم هذه القضيه تدار. اما واحد اخر شنو هي 30,000 درهم يعطيها ولا يعطي حتى 3 الملاير الى هو رابح 100 الملاير. زعما هذا اللي عنده خصو يعطيو. هذه المفهوم ديال الدوله تكون في خدمه الناس. انا عندي الفقراء خصني نعاون. اكراهات دائما ناخذ من جيبك انت تطلع عليك التيفيا. حكومه كتصرف شي ديال تستاهل ما احسن وكدير لك دوله اجتماعيه فرونشمون. دوله اجتماعيه حشوم عليهم يقولوا يرفعوا الشعار ديال ما يستافدوا منه ما كيستافدوش منه، غيعطيو الفلوس ديالو. انتم تسناو في يناير الرفع ديال الغاز. هو صندوق المقاصه اليوم 16 مليار فاصل 4 مليار ديال الدرهم اللي كيكلف صندوق المقاصه. شحال هذه راه كان 54 مليار ديال الدرهم اللي كان كيكلف، كياخذوها هما الغاز وكل شيء ديال هذا لي سيبونسيون في كل شيء. دابا 16.4 المليار باش يدعموا الغاز والدقيق المدعم والسكر. دابا من يناير غادي تزاد 10 دراهم في البوطه، راه قالوها. دابا قال كنزيدوكم 6000 ريال وغادي ناخذوها لكم. معلوم غادي توصل. قال ماشي مؤثره غير 10 دراهم بوطه. واخا ماشي والعام الجاي عاوتاني غادي يزيدوا وغادي يزيدوا، غادي توصل البوطه 100 درهم وغادي داكشي اللي غيعطيو اكثر من داكشي اللي غيتزاد. لا هادشي اللي غادي يعطيوك 4 ريال وغادي تخسر 2 ريال. ومهم دابا هاد البوطه مؤثره انها تولي ب 50 درهم. لا ماشي مؤثر، راه كلشي مؤثر، راه كلشي اللي مؤثر. يعني عندما تشجع الفلاحات الصديريه اللي كيديروها الكبار، تعطيهم الاراضي والماء وتعطيهم الناس خدامين عندهم بحال العبيد مشرطين الحنك وكينتجوا كيصيفطوا وكيربحوا الفليسات، وما كتشجعش ليا 85% ديال الفلاحه الصغار اللي عندهم قل من 5 الكتارات، ما تعطيهم مازوت احمر، ما تعطيهم اسمده مزيانه، ما تعطيهم، ما تعاونهم ما والو، وتخليهم منهم الجفاف منهم لهذا. هذا هو التعاون، هذا هو الاعانه. ملي كتجي وكتفهم وكتعرف. خاصو يصلح صندوق المقاصه، ما يمكنش يبقى. لا صندوق المقاصه ماشي هو المشكل. شنو هو المشكل؟ اي دوله بغات تنهض خاصها تنهض بالقطاع ديال الطاقه، لان ما يمكنلكش دير التصنيع، ما يمكنلكش دير فلاحه. حتى لو بغيتي دير كوتا راه خاصك الموتورات باش غادي تمشي داكشي. واخا كتقول هذه الطاقه المتجدده الشمسيه الهوائيه، بعد هذيك الهوائيه خساره، لان باش تصنع ديك لي باليت وداكشي كله باش كتشريهم بزباله الفلوس، وملي ما كيكونش الريح كيحبسوا. راه بانت في العالم كلها بانهم اليوم الطاقه الاحفوريه باقي عندها ايام قدامها، مازال غنستعملوا البترول والغاز وداكشي هو باش غادي نخدموا لسنوات. باقي مخزون، كانوا كيكذبوا علينا كيقول لنا راه ما بقاش باقيين كينقبوا باقيين كيديروا. واخا حنا في المغرب لقينا الغاز وطاروا به شي وحدين، لانه حنايا تنقيب راه جات السيده بالخضره اللي هي مسؤوله على المكتب الوطني ديال الهيدروكاربور وديال المعادن.